مصر كلها صحيت على فيديو البنت اسمها مريم شوقي بتصرخ في أتوبيس نقل عام. الناس افتكرتها خناقة عادية أو شو عشان الشهرة، بس الحقيقة اللي ورا الكاميرا أرعب بكتير من اللي شفتوه في الفيديو. تعالوا أحكي لكم الحكاية من أولها لحد الآن، يوم 12 فبراير 2026. الحكاية ما بدأتش في الأتوبيس يا جماعة، الحكاية بدأت قبلها بأسبوع كامل في المقطم. مريم بنت شغالة في كول سنتر، بتخلص شغلها وبتروح في حالها. فجأة لقيت ظل ماشي وراها، واحد بيراقبها كل يوم. الموضوع ما كانش مجرد معاكسة، لأ، ده كان رعب حقيقي. الشخص ده رماها بالطوب وهددها بسيخ حديد في الشارع. متخيلين الرعب؟ بنت لوحدها وواحد ماشي وراها بسلاح أبيض. مريم حاولت تستنجد بمديرتها في الشغل، بس الرد كان بارد: كبري دماغك، امشي من شارع تاني. وكأن الحل إن الضحية هي اللي تستخبى وتغير طريقها عشان تبعد عنه، والمجرم يسرح ويمرح براحته. في يوم تاني مريم قررت تهرب منه وركبت أتوبيس نقل عام، بس المفاجأة إنه ركب وراها إصرار غريب وماشي وراها زي ضلها. مريم هنا عملت حركة ذكية جدا، صرخت وقالت حرامي مش متحرش. هي عارفة إن كلمة متحرش ممكن تفتح عليها باب اللوم، لبسك، مشيتك، ضحكتك، لكن كلمة حرامي بتخلي الناس تتحرك وتدافع عن المال. بس للأسف حتى دي ما حشتش عنها. المتهم قعد وراها وبدأ يلعب بأعصابها، مسك تليفونه وعمل نفسه بيكلم ناس عشان يستنوها في المحطة الجاية ويأذوها. حرب نفسية قذرة عشان يخليها تموت من الرعب قبل ما يلمسها. ولما لقيت الناس في الأتوبيس ساكتة ومحدش بيتحرك، طلعت تليفونها وصورت، مش عشان التيك توك ولا عشان اللايكات، عشان لو جرالها حاجة أهلها يعرفوا مين اللي عمل كده. وهنا المصيبة الكبيرة: الناس في الأتوبيس بدل ما يمسكوه عملوا عليه دايرة حماية. أيوة والله، زي ما بقولك كده، هربوه عشان خايفين من السين وجيم في القسم، أو يمكن تعاطف ذكوري مريب. يا عم حرام، ده شاب ومستقبله هيضيع. طب والبنت اللي مرعوبة دي اللي بيتم إيذائها؟ مش مهم. مريم لقت نفسها بتحارب المتحرش وبتحارب في نفس الوقت المجتمع اللي قرر يتفرج ويسكت. وسط الدوشة دي طلع كلام إن الموضوع حصل في الأتوبيس الترددي جديد. الشركة طلعت بيان وقالت ما حصلش، الأتوبيس ده ناقل عام عادي، والترددي أصلاً مش بيمشي في المقطم. المهم الشرطة اتحركت بسرعة وجابوا المتهم من بيته في الدقهلية. النيابة حققت وقررت تفرج عنه بكفالة تحرش قيمتها 1000 جنيه. وهنا الناس قالت خلاص هيخرج ويروح بيته. بس عدالة السماء كان ليها رأي تاني خالص. وهو خارج من القسم بيعملوا عليه فيش وتشبيه روتيني، ومرة واحدة الجهاز زمر. الباشا عليه حكم غيابي في قضية تبديد ومطلوب للتنفيذ. سبحان الله، يمهل ولا يهمل. دفع الكفالة بتاعة التحرش بس فضل محبوس عشان القضية القديمة. ربنا مقرر يدفع تمن أفعاله. طبعاً المحامين بتوعه ما سكتوش. عارفين عملوا إيه؟ طعنوا في شرف البنت وقواها العقلية. قالوا دي موديل سابقة وعايزة تركب الترند ومريضة بتهيؤات. شغل رخيص عشان يطلعوا المجرم بريء. بس مريم ردت بكلمة واحدة توجع القلب: أنا مش رخيصة عشان أشوه سمعة بلدي، أنا كنت بصرخ عشان أنقذ حياتي. لحد يوم 12 فبراير المتهم لسه محبوس ومريم لسه بتعافر. القضية دي مش مجرد فيديو عابر، دي جرس إنذار لينا كلنا إن البنت في الشارع مش بس بتخاف من المتحرش، دي بتخاف من المجتمع نفسه، بتخاف سكوتنا وسلبيتنا. يا ترى المرة الجاية لما تشوف بنت بتستنجد في الشارع هتصورها ولا هتنصرها؟